الإقليمية ومسؤوله 100 مليون. واتكلمنا من شوية مع هاني الشيخ، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الحلويات ومبادرته مع حياة كريمة وسكر البيوت. طيب سيدة استفادت من المبادرة، معانا دلوقتي على التليفون رحاب. رحاب، مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازيك، انتي عاملة ايه؟ بخير والله الحمد عرفينا لله. عليكي. علينا وعليك يا رب. لا وكل سنة طيبة، بس عرفينا عليكي يا رحاب. انا رحاب. اه. بشتغل اخصائيه اجتماعيه. امم. عرفت المبادره عن طريق الفيس عادي. اه. رحت قدمت فيها. امم. كانت بصراحه انا واحده من الناس كنت ما بعرفش اعمل حلويات اصلا. امم. فدي كانت حاجه حلوه جدا ليا ان انا اقدم في حاجه زي كده واتعلم حاجات انا ما اتعلمتهاش. صراحه رحنا المؤسسه. بعد ما اخذنا الجزء النظري، مستر هاني استضافنا في المصنع بتاعه. اه. عايزه اقول لك ان مستر هاني من اكتر الناس المحترمه اللي اتعرفت عليها اصلا. امم. حد ذوق جدا. شخص بيدي المعلومه بدون اي يعني بدون اي مقابل، بدون امم. اي حاجه، بيديك المعلومه فعلا من قلبه. وكانت مبادره حلوه، علمنا ازاي المقادير وازاي الحاجات اللي هي الحاجات الخاصه بصاحب الحاجه نفسها. امم. مش المفروض ان انا اعرفها او اي حد غيري يعرفها، لا هو ادانا الاسرار بتاعته وادانا الادق التفاصيل ان احنا نقدر نعمل بيها مشروع حلو. امم. طيب، كويس كويس. اتعلمتي ايه؟ اتعلمت اعمل كحك. اه. اتعلمت اعمل بسكوت. انتي ما اتعلمت كنتيش أع... تعرفي تعملي حاجة يا رحاب قبليها، ولا كنت لا تعرفي لا حاجة يعني اهو؟ لا بالعكس، لا انا يعني زي جدتي كده ما كانت بتلم اطفال العيله وكده وتعرف بس مقادير وحاجات لا هي فرحه ان انا اعجن معاهم والعب في العجين، لكن اعمل اه. لا اه. اه. خالص. امم. بالعكس. لكن خرجت من عند مستر هاني لا بعرف اعمل يعني. امم. لو قدرت مثلا بنتي تطلب مني حاجه او ابني او اي حد ايا كان اقدر اساعده بالمعلومات اللي مستر هاني اداني. طيب انتي ناوية تعملي ايه يا رحاب؟ هقول لك على حاجه. انا اه. في الاول ان شاء كنت الله يعني. ناوياها ان انا اه. اتعلمها بس عشان خاطر بيتي. امم. لكن بصراحه لما حبيت الموضوع والروح اللي مستر هاني اداها لنا ان احنا نقدر نعمل حاجه كويسه ونطلع منتج او مشروع من تحت ايدينا. امم. فكرت ان انا اعمل مشروع. اه. فكرتي ان انت تعملي مشروع، طب جميل جدا. طب ما تبتدي وانت في بيتك بصفحة على الفيس. ابتديت فعلا ما بالفعل من شاء كام الله. يوم ما عملت شاء الله. صفحه ونزلت اه. الحاجات اللي انا عملتها اسمها في ايه؟ المصنع. قولي لنا على اسمها. بدايه حلم. بداية حلم. اه. طيب يعني السيرش عليها بان البحث عنها بكلمة بداية حلم. جنبها بدايه حلم سكر البيوت. بداية حلم سكر سكر البيوت. انا البيوت. بعمل سيرش دلوقتي يا جماعة على فكرة، كله يعمل عشان خاطر نشوف رحاب هتعمل ايه. يا رب دايلي. ان شاء الله ان شاء الله. انا مش لاقيها لرحاب. انا مش لاقياها يا رحاب. هبعت اللينك بتاعها لحضرتك على لا، الواتساب. المهم الناس تعرفها، مش مهم انا. هي بداية حلم سكر البيوت. بداية هتلاقي حلم هتلاقي. سكر البيوت. طب ما فيش اي حاجة طيب يعني تدل عليها ولا ايه بالظبط؟ يعني انا عايزة آه الناس يعني هو ايه. انا حاطه رقم تليفون ممكن يوصلوا لهم رقم التليفون بتاعي. طيب قولي، تقدري تقولي؟ زيرو. اه. طبعا امم. 011 امم. 029 امم. 831 51. ماشي. هنعمل سيرش على. قولي تاني يا رحاب. لا ده في حاجة عندي انا في الموبايل ولا ايه بالظبط؟ قولي تاني. 011. 029 امم. 831 امم. 51. طيب ماشي. او بداية حلم سكر البيوت. اه. طيب يا مسهل. يا مسهل يا رب الحال. يا رب يكون عايزين فتحة النهارده خير الريتش مفتوحة. بتاع رحاب يوصل لأرقام يا رب يا مساعدة رب. كده مننا من البرنامج، تطوعا لإيه لرحاب. حبيبتي عشان ربنا يكرمك. خاطر ايه نشوف بقى ايه التدريب اللي مبادرة حياة كريمة عملت تدريبات للسيدات ان هم يتعلموا الحلويات، وان دي الستات دول حقيقة. بقى هيبتدوا بقى يعملوا مشاريع من خلال يا رب يا بيوتهم رب. والكلام ده كله. ربنا يكرم. هو الفضل المقصود في حياة كريمة مم. والفضل كمان لمستر هاني مم. لأنه ادانا معلومات من قلبه بجد. مم. بدون أي مقابل، بدون إن يعني ما خباش علينا حاجة. مم. إن هي مثلا طب انت تقلل من. لقيتي فيه اسرار؟ لقيت فيه أسرار في اه. تريكات اللي المفروض ايوه أي حد بقى. التريكات، قولي لنا كده. أيوه. طب قولي لنا بقى الميكروفون معاكي، قولي لنا كام تريكه كده في الكحك. كده كده هطلع أسرار مستر هاني.
طب واحدة بس. واحدة بس. واحدة بس. اه. لا ما اقدرش من غير ما ارجع له. مخلصة يا رحاب، مخلصة. اه طبعا. ربنا يوفقك يا رب. ان شاء الله، ونتمنى ان انت يعني يعني تكوني ايه مشهورة جدا ان شاء الله في مجال الله. الحلويات. الله وان يبارك شاء فيك. الله باذن الله كده يعني ممكن باذن الله اذا ربنا اراد على رمضان الجاي نلاقي يعني حلويات رحاب. يا رب يا رب ان ربنا شاء يكرمك الله. بجد. مش عارفه اشكرك ازاي، كانت مداخله حلوه جدا نورتيني. واسعدتيني، ربنا انا يسعد بحب قلبك. الست اللي هي المجتهدة، الست المجتهدة دي هي دي بتبقى. وكل سنة وانت طيبة، عيد الام. حبيبتي الله يرضيكي، الله يرضيكي، وحضرتك طيبه وبخير يا رب. يا رب دايما كلنا. شكرا يا وعايز رحاب. اه اتفضلي. عايزه اقول حاجه قبل ما اقفل. اتفضلي. اي ست مم. او اي بنت او اي حد، يعني ست عندها حلم وعايزه تبتدي، ابتدي وما تخافيش. انا مم. كنت واحده من الناس يعني خايفه ان انا اعمل حاجه، خايفه ان انا اطلع في حاجه واصور والناس تعرف. لا لا لا، مم. انزلي واعملي وابدأي حلم وابدأي مشروع، وان شاء مم. الله ربنا هيكرم الناس كلها، ما ان شاء تخافيش. الله، ان شاء الله. ان وسلامي شاء الله. لأسرتك ولأولادك. جوزك ايه بيشجعك يا رحاب؟ لا بصراحه اللي بيشجعني اولادي واهلي. طيب ما شاء الله، وربنا اه. يهديه ويشجعك. امين يا رب. يا رب. معلش، هي الطلعة الأولى دي بس بتبقى فيه نار شوية، بعد كده يبقى كويس. يا رب ربنا يهدي الناس كلها يا رب. ان شاء الله. كل سنة وانت طيبة يا رحاب، وان شاء الله حبيبتي يا رب اشوفك في احسن مكان. ان شاء الله، ان شاء الله نورتيني واسعدتيني بمكالمتك. شكرا ليكي، نورتيني حبيبتي انت. كل سنة وانت حبيبتي في طيبة. رعاية الله. مع السلامة. مع السلامة.